كريم رسول الله والله أكرم، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشتاء يعني طبق سبانخ سخن كده ملهلب، وجنبيه شوية رز بالشعرية كده، حاجة فاخر من الآخر. هنعمله النهاردة بالطريقة الأصلية، بطريقة كده للمبتدئين اللي عايزين يعملوا سبانخ على أصولها، وكمان معاها الليمون المعصفر كده والرز بالشعرية، حاجة كده تحفة. وكمان فيها تكات، وازاي تشتري السبانخ، وازاي فيها القطعة كده ما ترميهاش كده، اللي بتخلي السبانخ طعمها حلو. كل اسرار السبانخ هنعرفها في الفيديو ده. بس الاول اعملي لايك واشتراك للفيديو لو لسه ما اشتركتيش، واعملي مشاركة للفيديو لو هتشوفي الفيديو ده وتشوفي التكات اللي فيه لاول مرة. يلا نقول بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف عملناها ازاي. في حلة على النار هنحط ايه؟ هنحط معلقتين كده من السمنة، وكمان معاهم معلقتين 3 من الزيت. عايزه تستخدمي كله زيت مفيش مشكله، عايزه تستخدمي كله سمنه مفيش مشكله، اللي يريحك استخدميه. هنحط كده معلقه قصدي بصلايه كده متوسطه مفرومه. هنبتدي نشوحها لحد كده ما ايه البصلايه تدخل في الصفار كده، يبقى لونها اشقر كده. ما تغمقهاش يعني، ولا تغمقيها ولا تسيبيها ايه بيضه كده، يبقى ايه لونها اشقر كده شويه. وبعدين هنضيف معلقه كده من الثوم المفروم، وهنبتدي نشوحهم مع بعض كده لحد برضو ما التومية كده التوم لونها برضو يصفر، والبصلاية لونها برضو يبقى لونها ذهبي كده. بعد ما البصلاية والثوم لونه بقى زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، هنبتدي ننزل بلتر من الطماطم انا مصفياه، يعني فرمته في الخلاط وايه وصفيته. وطبعا عشان الطماطم تحمر معاكي لازم تعمليها قبل ما تشتغلي فيها بساعه، يعني اعمليها وصفيها، اضربيها وصفيها واركنيها شويه، ما تفرميهاش وتستخدميها على طول علشان تحمر معاكي. هنا حطيت نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من السبع بهارات او البهارات المشكله. الطبيخ مش بيحتاج يعني بهارات كتير. وهنا حطيت معلقه صغيره من السكر علشان الحموضه بتاعه الطماطم، وكمان حطيت معلقه ونص من الملح. ما تكتريش الملح في السبانخ. السبانخ عكس البسله وعكس اي خضار تاني، لان هي بيبقى فيها عشان بيبقى فيها نسبه حديد عاليه، فبيبقى فيها مزازه كده شويه، فلما بتكتري الملح مش بتبقى حلوه. والملح برضو حسب ايه براحتك، يعني ذوقيات دي على حسب بتحبي الملح كتير ولا شويه. هنا بعد ما الطماطم غليت هسيبها ههدي عليها، يعني انا هسيبها تغلي وبعدين ههدي عليها النار عشان تسبك على نار هاديه على ما اقطع السبانخ. طبعا هنا السبانخ انا غسلاها، ولما بتيجي تنقيها بتنقي اللي هي الوسط، اللي هي ما بتبقاش ولا صغيره قوي الورق بتاعها يكون ضعيف، ولا اللي هي الكبيره اللي تلاقيها طول عود الملوخيه كده وتلاقي الورقه بتاعتها كبيره. لا، نقيها تكون صبحه، وفي نفس الوقت لما تيجي تغسليها ما تقطعيش الحته الحمراء اللي فيها دي. الجدر الاحمر ده يعني الجذور بتاعتها انت بتقطعي الحته اللي هي بتبقى في الارض، الجدر الاحمر ده تنضفيه كويس وتسيبيه فيها، هو ده اللي بيديها الطعم المسكر بتاعها. تمام. والسبانخ ما بتتغسلش او اي خضار ما بيتغسلش بعد ما بيتقطع، لانك لما بتغسليه بعد ما بيتقطع بتنزلي كل الفوائد اللي فيه. هاجي كده همسك كل شويه كده في ايدي، انا معايا كيلو من السبانخ، همسك كل شويه كده وهبتدي ايه اخرطهم كده شويه، اللي هي الراس اللي هي فيها العروق التخينه دي، هخرطها كده شويه بالسكينه، وهبتدي بقى ايه اقطعها براحتي. هقطعها تقطيع يعني الى حد ما ناعم، يعني مش ناعم قوي قوي، ولا اللي هو يكون خشن بحيث ان انت لما تيجي تغرفي في المعلقه كده تلاقيها الورق معاكي تخين كده، لا، الى حد ما يكون ناعم شويه. زي ما انتوا شايفين كده هقطعها، وما تغسلهاش، انت بتكوني غسلاها ونقعها كده لمده 3 دقايق كده ولا حاجه في ميه بخل، يعني تحطي معلقتين خل في حاجه كده فيها ميه، طبق بلاستيك كده فيه ميه، وتنقعي الخضار بتاعك فيه وتغسليه كده كويس، وبعد ما تغسليه وتصفيه من الميه كويس تبتدي بقى تقطعيه. يبقى ده كيلو من السبانخ وكيلو طماطم، ومعايا كمان ربطه من الكزبره. طبعا السبانخ يعني ربطه كزبره. اهم حاجه الخضار بتاعك يكون فريش، وما تشتريش اللي هي الكبيره اللي قوي اللي بيبقى ورقها عريض وتلاقيها طول عود الملوخيه دي، لا،
ولا تشتري اللي هي ورقها العود بتاعها بيكون رفيع قوي وتلاقي الورقه بتاعتها ايه رفيعه كده وضعيفه. تجيبي اللي حجمها زي ما انت شفتها كده، ده انسب حجم للسبانخ، وتكون خضرة وتكون كده مش دبلانه، يعني تلف السوق كده وتخليكي شاطره كده. هنا بعد ما هقطع الكميه كلها معايا، انا كده عملت ايه، هبتدي بقى اخد شويه بشويه كده واعملهم عشان الفيديو ما يطولش. انا ايه هقطع الباقي. ودي طبعا ربطه الخضره دي هقطعها برضو اللي هي ربطه الكزبره، هقطعها زي ما قطعت السبانخ كده وهركنها على جنب، مش هحطها مع السبانخ، لا انا بسيبها مش بحطها على طول. دي تركه مهمه برضو انك انتي الكزبره ما تحطهاش وانتي بتحطي السبانخ، لا سيبيها كده على جنب لما السبانخ تغلي غلوتين 3 كده وبعدين حطيها. وطبعا اهم خطوه اللي هي هتبقى اخر خطوه وهنعملها كده، بجد فرقت معايا، انا شخصيا ما كنتش بعملها بس واحده صاحبتي قالت لي عليها، بصراحه فرقت في الطعم جدا. هنا الطماطم بعد ما اتسبكت على نار هاديه، عايزه الطماطم تتسبك معاكي تبقى على نار هاديه، بس للاسف طماطم الشتاء ما بتكونش سخنه قوي، يعني قصدي ما بتكونش حمرا قوي. هنا بقى انا ايه بعد ما اتسبكت كده والسمنه بتاعتها الماده الدهنيه عمت على الوش، تعرفي ان هي اتسبكت كويس وما بتزوديش ميه، السبانخ ما بتزودهاش ميه الا اذا اتسبكت منك زياده عن اللزوم ونشفت في الحله دي ممكن تزودها نص كوبايه ميه. هنا كده انا حطيت السبانخ وما قلبتهاش لان طبعا هايشه كده في الحله، فسبتها لحد ما تدبل شويه علشان اعرف ايه اقلبها. يعني انا حطيتها وغطيت عليها كده بس الغطا لمده 30 ثانيه كده على بال ما تدبل من السخونيه بتاعه الصلصه واعرف اقلبها. هنا طبعا هقلبها كده زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي ايه اسيبها كده لمده، يعني هتغلي لمده 10 دقايق مش اكتر. وعلشان الاكل بتاعك يبقى حلو خلي طبيخك على نار هاديه، ما تشعلليش النار، شعللة النار دي بتخلي الحاجه تغلي بسرعه بسرعه بسرعه، ما بتلحقش كده طعمها كده يبقى رايق كده وحلو. الطبيخ على نار هاديه بيكون احسن بكتير. هنا بعد 10 دقايق هنزل بايه، هنزل بالكزبره وشمي بقى الريح، حاجه كده روعه. هسيب الكزبره كده لمده 5 دقايق، ما هي مش هتاخد معايا وقت عشان انا ما ضفتش ميه، والميه انا عايزاها تتبخر. طبعا لو انت بتحبي السوائل تكون سايله عن كده عادي ممكن تزودي كوبايه ميه او تزودي نص كوبايه ميه، دي براحتك. انا مش بحب يبقى فيها ميه كتير، السبانخ مش بحب يبقى فيها ميه كتير، بحبها تبقى متسبكه كده. هنا هجيب كسرولة كده على النار على ما ال5 دقايق بتوع الكزبره كده تغلي 5 دقايق. هجيب كسرولة على النار وهحط فيها معلقه من السمنه، وهنزل فيها بمعلقه كده صغيره من الثوم، يعني معلقه صغيره مليانه كده من الثوم. هبتدي بقى ايه ابتدي اشوحها كده لحد ما التومه تبتدي ايه تصفر معايا. وبعد ما التومه هتصفر معايا هنزل عليها بمعلقه كده من الكزبره. الخطوه دي بجد هي دي الخطوه اللي صاحبتي قالت لي عليها وفرقت معايا بكتير، انا بصراحه ما كنتش بعملها. يعني انا بشوف ناس بتحط لها حمص مسلوق، بس انا بصراحه ما كنتش ما بحبش حكايه الحمص دي، بس الخطوه دي اللي فرقت معايا بصراحه. هتبتدي بقى ايه تحطي التومه كده تحمريها وتطشيها كده في السبانخ وبس، واطفي النار بقى وغطي عليها كده واطفي النار وشمي الريحه، والله هتاكلي احلى سبانخ كلتها في حياتك، من غير لحمه بقى من غير اي حاجه. عندك لحمه بقى حطي، ما عندكيش هي كده بصي طعمها لوحده كفايه. وطبعا ما فيش احلى من الرز بالشعريه وكمان الليمون المعصفر او خيار مخلل او اللي انت المخلل اللي انت بتحبيه. ويا رب الطريقه تكون عجبتكم، ويا رب تشاركوها مع اصحابكم وقرايبكم لو الطريقه عجبتكم وجربوها ومش هتندموا، والله مش هتندموا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم في فيديوهات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.